هيك بالضبط. هي اللقطة اللي خطرت ببالي أول ما شفت كتف الخروف عند القصاب، وخطر ببالي حطه بالفرن وأشويه بالبيت. طبعا بعد عدة تجارب لطبخ الكتف، طبعا بالبداية يفضل إنه نستخدم كتف خروف ومو الفخذ، لأنه طلعوا فيه طبقة دهن كتير طيبة بتطلع. وكل ما كان الخروف تازة، مثلا له أسبوع، أسبوع ونص، ما متلج لمدة طويلة، بياخد وقت استواء. يعني كل ما كان متلج أكتر كل ما كان بده زيادة بالوقت لحتى نحصل على هيك نتيجة. هلا أنا من الأشخاص اللي بحب أتلذذ بطعمة اللحمة، يعني نكهة اللحمة بذاتها، ما بضيف كتير شغلات وبهارات لنغير من نكهتها وننزع طعمتها. هي ما بدها شي، ملح وفلفل وشوية إضافات كتير بسيطة. أساساً بس كترنا لها بهارات رح تحترق بالفرن. أنا تبلته من قبل بيوم، عملت شقوق بسيطة وضفت شوية توم، ممكن مقطع نصاص أو حبات كاملة، يفضل نصاص صغير مشان ما ينتزع شكله بعد ما يدخل الفرن. ما يقارب نص كاسة زيت زيتون، شوية بابريكا، هيل ناعم مطحون، توم بودرة، وشوية كمان كركم للون الأصفر، وملح. صدقاً هي التتبيلة طلعت من أنجح التتبيلات اللي عملتها من قبل. والسر بنجاح اللحمة أو شوي الكتف المنزلي أو أي قطعة عندكم إياها، تحطوها بكيس حراري. كيس الحراري بيعمل على طريقتين: تحمير، بيتحمر وبيستوي بنفس الوقت وما بينشف أبداً. يعني هو رح يحبس كل شيء حرارة أو كل شيء سوائل ودهون بتطلع من اللحمة، رح يحافظ عليها، فبيصير من دهنه سقيله. طبعا بعد ما طالعته من دهنه سقيت له، ما ضفت له أي أنواع سوائل، وهيك طلع معنا جاهز، قدمته مع رز. ما تنسوا اللايك. سلام.